فيديو يتداول في الفيسبوك، بعثه لي صديق قال لي شوف صيب حوار قديم داروا خالد نزار للزيكو، قناة الزيكو حاشاكم، نزار باغالون وحاشا المغولة، مغال ما عنده والو في المخ، وهذا اللي جايبو شنقريحة باش يدبر عليه، يكشف روحه بروحه باللي كان يشتغل في الخفاء إلى درجة أنه كان يكتب مقالات صحفية، ماشي هو اللي يكتبها، يكتبوها له، سمعت، وينشرها بدون ما يحط اسمه وبلا ما يعلن باش يعرقل رئيس الدولة. اسمعوه، سمعتوا مليح؟ يقول أنا اللي كتبت مقال باش ننشرو في المساء بلا ما حطيت اسمي باش نرد على المغرب. كيفاش نتايا وزير دفاع عضو مجلس الاعلى للدوله تروح تكتب مستعار وما عندكش جرأة باش ترد على المغرب او تجي تهضر مع الرئيس تقول له هاك ولا تروح تكتب ارتيكل انونيم، موضوع بدون ضابط قال. شفتوا هذا عمل بوندية، هذه خدمة البوندية. شفتوا كيفاش لما نقول لكم كاين عمل في الخفاء، الناس تقول لك لا 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 وكذا، انا نقول لك هو عمل في الخفاء. شو هو يعترف باللي دار مقال سمع حطوا في المساء، مدير المساء طبعا يقبل، قال هاوليك تنزلوا تحطوا في المساء. من بعد كاين جماعة تخدم الجهة الأخرى، يقراو الجرايد في الليل في المطبعة، يخبروا بوضياف، الموضوع ما ينزلش. نزار يشوف بلي الموضوع ما نزلش يسقسي، من بعد يروح زعما سكيمي يهدر للرئيس يقولوا لا وكذا ومنا. لا هذه ماشي خدمة. عمرنا ما شفنا في دولة وزير دفاع يكتب مقال بدون ما يمضيه وبدا ما يعلن عليه وينشره في جريدة باش يعرقل وزير الدولة رئيس الدولة. لأنه علاش تسمى شغل باش يخلق مشكل مع المغرب، وبوضياف كان موجد روحه باش يروح للمغرب. دونك قال سنة كما قالت مرت بوضياف، قالت يدار له الحطبة في العجلة، lui mettez les bâtons dans les roues. حليا العصا في العجلة. ونزل الواقع حتى يقول لك لا فين راهو الاخر، حتى عصا في العجلة كان والو. هذا الشيء يعني اللي مازال عنده شك، قران شك باللي ما كانش قوى خفية، يروح على روحو يدير حاجة أخرى خير له. تجي تقول له يا ولدي شوف هاد الحلاوي راهي مهلوك، ويقول لك لا لا انت راك خايب، انت راك تاع المخزن، انت راك تاع يا باغالون. بطاطا هادوما ما نهضروش عليهم، روحوا شوفوا النشرة تاع 8 وقنوات الخارجة على القانون، ما تسمعونيش لي أنا. هذا الراجل هو يعترف بعظمة لسانه. نزار ديما هكذا يكشف روحه في المذكرات تاعو. انا لما كنت لما في دي جونيور اعتمدت على المذكرات تاعو لانه هو كشف روحه. يقول لي باللي باباه كان خدام عند فرنسا، دا الاخر ميدايا عند فرنسا، باباه دخلوا ليكول تاع لي كولون. يقول باللي باباه دخلوا من بعد لي زونفون دو تروب، باباه قال له ما باباه خاين كيفو. يقول باللي باباه قال له لا ما طلعش للجبل. هو اللي قال هذا الشيء كان في المذكرات تاعو، استغليتها انايا لانه باغالون بن باغالون. هذا هو الشتا. شفتوا كيفاش تحميريت؟ هاوليك التحمير. إبا هذا نزار اليوم ولا هو لا ماتير كريس تاع شنقريحه اللي راكم تسفقوا. مانيش نقول للشعب اللي راهم يسمعوا لي نهضر بالصباع الازرق هما اللي راهم يصفقوا. يقول الجيشونه يا ولدي الجيش حاجه، شنقريحه ونزار وتوفيق حاجه اخرى. الجيش اليوم راهو
رهينة بين يدين شنقريحة ونزار وتوفيق. هذا هو الثلاثي اللي اليوم يحكم في البلاد. خلاص هذا الثلاثي راهو سمعتو مليح. يقول انا اللي كتبت مقال باش ننشرو في المساء بلا ما حطيت اسمي باش نرد على المغرب. كيفاش نتايا وزير دفاع عضو مجلس الاعلى للدوله تروح تكتب مستعار وما عندكش جرأة باش ترد على المغرب او تجي تهضر مع الرئيس تقول له هاك ولا تروح تكتب ارتيكل انونيم موضوع بدون ضابط قال. شفتوا هذا عمل بوندية، هذه خدمة البوندية. شفتوا كيفاش لما نقول لكم كاين عمل في الخفاء تقول لك لا 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 وكذا، انا نقول لك هو عامل في الخفاء. شو هو يعترف باللي دار مقال سمعت حطوا في المساء مدير المساء طبعا يقبل، قال هاوليك تنزلوا تحطوا في المساء. من بعد كاين جماعه تخدم الجهه الاخرى يقراو الجرايد في الليل في المطبعه يخبروا بوضياف الموضوع ما ينزلش. نزار يشوف بلي الموضوع ما نزلش يسقسي، من بعد يروح زعما سكيمي يهدر للرئيس يقولوا لا وكذا ومنا. لا هذه ماشي خدمة. عمرنا ما شفنا في دولة وزير دفاع يكتب مقال بدون ما يمضيه وبدا ما يعلن عليه وينشره في جريدة باش يعرقل وزير الدولة رئيس الدولة. لأنه علاش تسمى شغل باش يخلق مشكل مع المغرب، وبوضياف كان موجد روحه باش يروح للمغرب. دونك قال استنى كما قالت مرت بوضياف، قالت يدار له الحطبة في العجلة، بيمثل لي باطون دون لي رو، حنية داروا العصا في العجلة. ونزل الواقع حتى يقول لك لا فين راهو الاخر حتى صف العجله كان والو. هذا الشيء يعني اللي مازال عنده شك جرام شك باللي ما كانش قوى خفيه يروح على روحو يدير حاجه اخرى خير. تجي تقول له يا ولدي شوف هاد الحلاوي راهي مهلوكه، ويقول لك لا لا انت راك خايب، انت راك تاع المخزن، انت راك تاع يا باغالون. بطاطا هادوما ما نهضروش عليهم. روحوا شوفوا النشره تاع الثمانية وقنوات الخارجه على القانون، ما تسمعونيش لي انا. هذا الراجل هو يعترف بعظمه لسانه. النظر ديما هكذا يكشف روحه في المذكرات تاعو. انا لما كتبت مافيا دي جينيرو اعتمدت على المذكرات تاعو لانه هو كشف روحه. يقول لي باللي باباه كان خدام عند فرنسا، دا الاخر ميدايا من عند فرنسا، باباه دخلوا ليكول تاع لي كولون. يقول باللي باباه دخلوا من بعد لي زونفون دو تروب. باباه قال له باباه خاين كيفو. يقول باللي باباه قال له لا ما طلعش للجبل. هو اللي قال هذا الشيء كان في المذكرات تاعو، استغليتها انايا لانه باغالون بن باغالون. هذا هو شفتو كيفاش تحميل.